كل سنة وانتم طيبين، ورجعنا بعد اجازة وريحنا كده كلنا واخدنا اجازة الموسم زي الفرق، وهنرجع النهاردة بفيديو نتكلم فيه عن كل التيشيرتات اللي اتكلمنا عليها في الموسم اللي فات. المفروض ان التيشيرتات دي كلها اتكلمنا عليها في فيديوهات على القناة، وللاسف مش هعرف اسيب لك لينكات كل الفيديوهات دي، فانت خش في الفيديوهات كده وفي القناة ودور، ولو في تيشيرت مش معايا دلوقتي او نسيتها فهزودها في المونتاج وهتشوفها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك عشان الموضوع ده بيفرق معايا جدا، وانت نازل انزل اعمل فولو وتابع صفحة فورزا ستور راعي القناة وراعي الفيديو ده، اغلب التيشيرتات اللي هنتكلم عليها النهارده من عنده، فادخل عنده وعندي واجهز للموسم الجديد كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. الفيديو ده هيبقى مقسوم نصين، نص لتيشيرتات الأندية ونص لتيشيرتات المنتخبات، ولكن مش هيبقى مترتب بدوريات، هنسيبها كده زي ما تطلع، وهتلاقي رقم بيعد تحت هنا كده عشان انا نفسي اعدهم ومكسل بصراحة، فهنعدهم مع بعض في المونتاج. هنبدأ بأول تيشيرت في الحلقة وهي تيشيرت اي سي ميلان الأساسية للموسم. التيشيرت اللي بالنسبة لي كانت شيك جدا وابجريد كبير عن الموسم اللي قبله، واللي كان فيه مشجعين كتير لنادي اي سي ميلان مش عاجبهم قوي التيشيرت، وكان لازم اجيبها عشان لقب الدوري اللي كان غايب على ميلان بقاله كتير. اي نعم ما تحققش بيها حاجة كبيرة قوي، ولكن التيشيرت حلوة وكان لازم تبقى موجودة. الله عليك يا فندم، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. بعد كده مع تيشيرتتين برشلونة الأساسية والتالتة. تيشيرت برشلونة الأساسية اللي من وجهة نظري هي واحدة من أحلى تيشيرتات برشلونة الفترة الأخيرة كلها، ودرجة الأزرق والألوان اللي فيها مع بعض لايقين جدا، وتحس إن هي تيشيرت شيك كده، بالذات بعد المهزلة اللي كانت معمولة في التيشيرت الأساسية لبرشلونة الموسم اللي قبله، وبرشلونة كسبت الدوري فمش محتاجين حاجه اكتر من كده. اما عن التيشيرت الثالثه لبرشلونه باللون الذهبي، اللون اللي ما كانش معتاد قوي لبرشلونه الفتره الاخيره، بالفكره بتاعتها، بالديزاين اللي عليها، بان هي بترجعنا لاولمبياد برشلونه، فالميكس ده كله على بعضه او الاسباب دي كلها على بعض دي اللي خلتني ان انا اكون متحمس قوي للتيشيرت دي واجيبها. وبرده برشلونه كسبت الدوري الموسم ده فليه لا. نيكست بعد كده مع تيشيرت انت ممكن تكون مش متوقع اصلا ان انا اتكلم عليها ولا اطلعها في الفيديو ده، ولكن التيشيرت دي عملت ضجه كبيره قوي في الدوري المصري وحققت مبيعات وضجه للشركه دي كبيره جدا، واكيد بنتكلم عن تيشيرت اسوان الموسم ده. بغض النظر ان الدوري المصري بيتغير فيه تيشيرتات كتيره قوي، وكل فريق بيبقى ليه 4-5 تيشيرتات في الموسم ومن براندات مختلفه، ولكن التيشيرت دي هي اكتر تيشيرت الاسوان علمت مع الناس السنه دي. التيشيرت دي كانت نازله على انها تيشيرت تدريب وتيشيرت احماء قبل الماتش، ولكن اسوان لعبت بيها كام ماتش ودي كده كتيشيرت اساسيه، بعد كده لما ابتدوا الدوري ابتدوا يستخدموها استخدامها المفروض معموله عشانه وهو الاحماء، ولكن التيشيرت دي عملت قلبان كبير جدا بالديزاين المميز جدا لاسوان بالاشكال الهيروغليفيه ونهر النيل والكلام ده كله، كسرت الدنيا بالتيشيرت دي. بعد كده مع تيشيرت هي مش الاحلى بالنسبه لي وقلت الاسباب في الفيديو بتاعها، ولكن هي تيشيرت باريس سان جيرمان الاحتياطي للموسم اللي فات، وكنت قلت الاسباب في الفيديو اللي مش مخلياني اكون حابب التيشيرت دي قوي، ومنها على سبيل المثال ان الديزاين نفسه بالخط اللي في النص ده متقلد ولكن متعدل فيه حاجات بسيطه، والفكره انه متقلد من اير جوردن نفسها وكانت عامله حاجات احسن من دي بكتير، فالشكل والالوان تمام، ولكن الحته اللي في النص دي بالتصميم ما فيهاش ابتكار بالنسبه لي ومش معموله احلى حاجه، ولكن تيشيرت موجوده معانا وعملنا عليها فيديو فهنطلعها معانا في الفيديو ده. بعد كده مع تيشيرتين هم من الاحلى الموسم ده، وهما تيشيرتتين ريال مدريد الاساسيه وريال مدريد الاحتياطي. لو جينا للاساسيه فالتيشيرت الاساسيه كانت اول تيشيرتات اديداس اللي يعلن عنها الموسم اللي فات، وكانت فكره الياقه واللوجوهات اللي موجوده على التيشيرت كلها محفوره كده كانت بالنسبه لي حلوه جدا، والتيشيرت اول ما لبستها ولبستها واتكلمت عليها في فيديو كانت بالنسبه لي حاجه مريحه جدا وشكلها شيك جدا، وتحس ان انت كده هي تيشيرت الملكي فعلا. اي نعم ما كانش احسن موسم لمدريد الموسم ده، ولكن احنا بتوع تيشيرتات، والتيشيرت دي بالنسبه لي واحده من احلى التيشيرتات، وكمان كان اول فيديو نعمله برعايه فورزا، فالتيشيرت دي مختلفة جدا ومميزة جدا بالنسبة لي. وما اختلفش كتير الكلام عن التيشيرت الاحتياطية لمدريد اللي مشجعين ريال مدريد كان عندهم ذكريات حلوة جدا مع التيشيرتات الموف، ولكن انا التيشيرت دي كانت بالنسبة لي واحدة من احلى التيشيرتات الاحتياطي في الموسم. التيشيرت الديزاين بتاعها عالي جدا ورايق جدا ومختلف عن اي حاجة تانية، وحتى الكواليتي بتاعتها وملمس التيشيرت على الجسم مختلف جدا عن التيشيرتات التانية. من الاخر كده تيشيرت خروج مميزة، وبرغم الموسم ما كانش احسن حاجة لمدريد، ولكن التيشيرت دي
دي هتفضل مميزه بالنسبه لي. بعد كده تيشيرت تشيلسي الاساسيه، الفريق اللي جماهيره احبطت جدا الموسم ده غالبا من التيشيرت ومن الموسم. التيشيرت بسيطه وتقليديه جدا، ما فيهاش اي حاجه مختلفه غير الياقه المختلفه دي، وده بصراحه السبب اللي خلاني اجيبها. ولكن هي كتيشيرت ما فيهاش اي حاجه مميزه ولا اي تفاصيل في الخامه ولا في الشكل ولا في اي حاجه، فما فيش حاجه نقولها عليها قوي. بعد كده مع تيشيرت بايرن ميونخ الاحتياطيه، اللي لو انت متابعني هتعرف ان انا ما فكرتش اصلا اجيب التيشيرت الاساسيه، وده بسبب ان التيشيرت الاساسيه بالنسبه لي كانت سيئه جدا وكانت اقل بكتير من تيشيرت الموسم اللي فات. ولكن الابديت بالنسبه لي وكان في التيشيرت الاحتياطيه باللونين الابيض والذهبي اللي كنا اول مره نشوفهم في تيشيرت احتياطيه في التاريخ لبايرن ميونخ. زي ما اللون الاسود واللون الذهبي ما ينفعش يبقوا غلط، فالتيشيرت دي خلتنا ان احنا نكتشف ان اللون الابيض مع الذهبي ما ينفعش يبقوا غلط. من اول الخطوط الذهبي واديداس وكلمه بايرن ميونخ اللي بالذهبي من ورا واللوجو اللي بالذهبي، فالتيشيرت دي ما ينفعش يتقال عليها اي حاجه وحشه. بعد كده بالنسبه لي مع مفاجاه الموسم، وغالبا مشجعينه نفسه ما كانوش متوقعين الاداء الغريب والقوي قوي ده في الموسم، وهم الثلاث تيشيرتات نادي ارسنال الاساسيه والاحتياطي والثالثه. وهنبتدي مع تيشيرت ارسنال الاساسيه، واللي هكلمك بكل صراحه ان هي ما فيهاش حاجه مميزه قوي. تيشيرت باللون الاحمر كمان باللون الابيض، واللي اديداس التمبلت الموسم ده اللي شفناها في فرق كتير قوي منهم ريال مدريد زي ما كنا لسه متكلمين. ولكن السبب الرئيسي اللي كنت جايبها عشانه قبل حتى بدايه الموسم القوي لارسنال ان انا ما كانش عندي تيشيرتات ارسنال قبل كده، وكنت عايز ان يبقى عندي تيشيرتات فريق من اهم الفرق الاوروبيه ومن اكبر 5-6 فرق في الدوري الانجليزي. ولكن لما نيجي للتيشيرت الاحتياطيه فدي كان لازم تتجاب. التيشيرت دي في فيديو تقييم تيشيرتات الموسم الاحتياطيه اخذت احسن تيشيرت احتياطيه من وجهه نظري الموسم ده. الوان الاسود مع التفاصيل الذهبي مع الخطوط الرمادي، مفيش حاجه هتنفع تبقى احلى من كده. وكمان لقطه تغيير لوجو ارسنال للمدفع زي ما عملوها من سنه او اتنين، والجرافيكس والحروف اللي موجوده في الخلفيه، ما كانش ينفع التيشيرت دي تتساب وما تتجابش. وكمان كان الموسم ابتدى وكنا ابتدينا نشوف انطلاقه ارسنال القويه ناحيه الدوري الانجليزي. ومع التيشيرت الثالثه لنادي ارسنال، وده الفريق الوحيد اللي في الكولكشن بتاعي اللي عندي الثلاث تيشيرتات بتوعه اللي جات لنا بلون احنا مش معتادين عليه جدا في التيشيرتات الكوره عامه، وهو اللون البينك مع الكحلي اللي كان غريب ومميز وعليه اشكال كده من لوجو ارسنال القديم زي ما اتكلمنا في الفيديو. فكانت برضو تيشيرت مختلفه ومميزه ان هي تكون في الكولكشن بتاعي. والفريق اللي بعد كده هو يوفنتوس بالتيشيرت الاساسيه والتيشيرت الاحتياطيه. ويوفنتوس السنه دي يصعب عليك بصراحه، النادي كان داخل وبينافس وقوي، راحوا واخدين منه 15 نقطه، بعدها بشويه راحوا مرجعين له النقط وابتدى يرجع له الامل ان هو يخش الشامبيونز ليج، راحوا ساحبين منه 10 تاني. فبصراحه يصعب على الواحد. ولكن التيشيرت الاساسيه اللي كانت كالعاده جالنا باللون الابيض والخطوط اللي باللون الاسود اللي على شكل مثلثات صغيره كده عامله الخط، ولوجو جيب الجديد اللي كان بالشكل الجديد عشان يبرز فكره ان جيب ابتدت في العربيات الكهرباء، اللي مش عاجبني ومش عارف ليه سايبه لسه على التيشيرت لحد دلوقتي واللي هشيله قريب. التيشيرت كان شكل الخطوط مميز ومختلف، ولكن يوفنتوس ما عملتش بيه حاجه قوي. وبعد كده التيشيرت الاحتياطي اللي بالنسبه لي ما كانتش واخده حقها خالص في السوق، وحتى المحلات ما عملتش ليها ترويج كبير ان هي تتباع. ولكن التيشيرت بدرجتين الاسود اللي فيها مع الابيض مع ورق الشجر والاشكال اللي عامله الخطوط، بغض النظر عن لوجو جيب اللي عامل لي مشكله برده في التيشيرت دي، ولكن التيشيرت نفسها حلوه. وبعد كده مع تيشيرتات ابطال الدوري الانجليزي، تيشيرتات مانشستر سيتي الاساسيه والتدريب. التيشيرت الاساسيه اللي مش محتاجه كلام، وانا كنت حاططها واحده من احلى تيشيرتات الموسم الاساسيه، اللون النبيتي مع اللبني مع اللوجوهات اللي في النص اللي بترجعنا كده لايام زمان، وديزاين التيشيرت اصلا مستوحى من تيشيرتات زمان، مع الفت والخامه بتاعتها اللي بالنسبه لي مفيش احسن منهم، والتفاصيل اللي باللون الكحلي. فميكس الالوان ده على بعض بالفت بالكواليتي كان لازم احطها واحده من احلى تيشيرتات الموسم. وكمان ابطال الدوري. وتيشيرت الفريق الاساسيه الحلوه بتبتدي من تيشيرت احماء حلوه، فتمبلت بوما اللي اهتمت قوي بالتيشيرتات بتاعت التدريب والاحماء قبل الماتش على مانشستر سيتي حلوه جدا. الاشكال اللي داخله في بعض بالخطوط اللي بالطول بالاكسات بالاشكال بكل الكلام ده مخلي التيشيرت دي مختلفه ومميزه جدا، ونوع التيشيرتات كده اللي انت تمشي بيه في الشارع الناس تبص عليك. واللي بيشوفني من زمان عارف قد ايه انا بحب نوع التيشيرتات ده. وبرده ابطال الدوري. بعد كده تيشيرت توتنهام الاساسيه اللي في الغسيل وما جبتهاش، والتيشيرت
الاحتياطي. لو هنتكلم عن التيشيرت الاحتياطي فالتيشيرت بسيطه جدا زي ما احنا متعودين من توتنهام. كانت فكرتها او لقطتها السنه دي اللي بالكحلي والاصفر الفوسفوري، واخر الكمين اللي بالكحلي والاصفر الفوسفوري برضو اللي كانوا بيتقلبوا اللي عليهم سبيرز والكلام ده. ولكن انا قلت في الحلقه ان لو عملتها هيبقى شكلك عبيط، وما اعتقدش ان حد اصلا عايز يعمل الحركه دي. وكان في حاجه كمان مضايقاني في التيشيرت الاساسيه، السبونسر اللي على الكم اللي بالموف ما كانش لايق. ولكن بالنسبه للتيشيرت الاحتياطي اللي انا من وجهه نظري لحد دلوقتي مش مقتنع ان هي تيشيرت يتلعب بيها. التيشيرت دي لايقه اكتر ان هي تيشيرت تدريب او احماء، ولكن الاشكال اللي داخله في بعض بالالوان الكتير اللي هنا دي مش لايقه ان هي تكون تيشيرت لعب، وبالذات لما تحط الاسم والرقم بتاع اللاعب على الظهر بتبقى بايظه خالص. ومع اخر فريق واخر تيشيرتين في الموسم وهم تيشيرتات ليفربول الاساسيه اللي في الغسيل ونسيتها، وتيشيرت الاحماء او ما قبل المباراه. التيشيرت الاساسيه كانت بالنسبه لي بسيطه جدا ولكن شيك جدا. درجه اللون الاحمر مع النبيتي اللي في اخر الكم مع الكلام اللي مكتوب على الجزء اللي بالنبيتي ده كانت بالنسبه لي تيشيرت شياكه، تيشيرت اللي هي بسيطه ولكن حلوه. ولكن زي ما قلت مع السيتي ان التيشيرت الاساسيه الحلوه بتبتدي من تيشيرت تدريب حلوه. تيشيرت ليفربول للتدريب او للاحماء اللي كانت جايه لنا بنفس الديزاين اللي موجود على اخر الكم في التيشيرت الاساسيه، ولكن هنا على التيشيرت كلها بدرجه لون في التفاصيل كده احمر فوسفوري. التيشيرت دي مختلفه ومفيش زيها من اي نادي تاني من نايك، فشكل حلو، درجه الوان حلوه، اديها 10 من 10. وكده نكون خلصنا تيشيرتات الانديه لموسم 22-23. الفيديو طول قوي، فلو انت بتتفرج لحد دلوقتي فهيكون في جزء تاني لتيشيرتات المنتخبات. شكرا انك شفت الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.